السلام عليكم، اخباركم ايه؟ هتكلم معاكم في الفيديو ده على اكتر من نقطه هنتكلم فيها. عايز اتكلم معاكم على مجلس اداره نادي الزمالك، بقياده طبعا الكابتن حسين لبيب، وموضوع تجديد التعاقد مع اللعيبه اللي المفترض يجدد ليها. وعايز اتكلم معاكم على موضوع استمراريه الزمالك انه يلعب الساعه 4 العصر. وعايزين نتكلم كمان في جاهزيه عبد الله السعيد والونش للمنتوشه الجايه. واتكلم معاكم في اخر نقطه، ليه مجلس اداره الزمالك مش عايز يعين لغايه دلوقتي لجنه فنيه لاداره شؤون الكوره في النادي. هتكلم معاكم في اول نقطه ان لغايه وقتنا هذا مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب مش عاوز يتكلم مع او ما اتكلمش مع ولا لاعب في امور التجديد، سواء زيزو اللي سايبين الموضوع كده عايم وخلاص، او عبد الله السعيد او الونش او اي حد مفترض هيتم التجديد معاه الفتره الجايه. فاحنا بنسال مجلس اداره نادي الزمالك، انتوا نفس الاخطاء مصرين تقعوا فيها كل شويه؟ يعني انتوا فضلتوا سايبين ملف الصفقات بتاع يناير لغايه قبل وقف القيد قفل القيد بيومين ولا بثلاثه، وفجاه بتجيبوا لجنه محبين عشان هي اللي تمشي لكم الدنيا. فانتوا هتفضلوا ماشيين مع اللعيبه اللي المفترض نجدد لها لغايه شهر يونيو، وقبل ما يتقفل او لغايه ما يحق ليهم ان هم يمشوا في اي وقت، وتقولوا عايزين نتكلم معاهم؟ ما هو ساعتها هيبتدي يحط لك شروطه كلها بقى. اي لاعب ساعتها هيبتدي يحط شروطه، وساعتها خلاص انت مضطر انت تنفذها. احنا مش فاهمين انت ليه مش عايز تتكلم مع اللعيبه، ولا انت مصر برضو تفشل في موضوع تجديد اللعيبه اللي لازم يتجدد ليها؟ فانتوا بالطريقه دي انتوا عايزين تودوا الزمالك لطريق، يعني للهبوط بقى خلاص، للقاع. عايزين مش في نص الجدول زي ما كنا بنتكلم. لا، ده انتوا عايزين تودونا في طريق خلاص الزمالك يفقد هويته بقى. انتوا بترجعونا للعشريه السوداء يعني، بتاعت قبل كده يعني، ولا ايه؟ يعني انتوا عايزين ترجعوا اللعيبه كلها الكبيره تمشي بالنادي، ونبتدي بقى نجيب في لعيبه كده غريبه وما نعرفش ايه هويتهم، ويبقى هو دي هويه الزمالك يعني بعد كده، ويبقى مكاننا اللي هو وسط الجدول سادس وسابع وثامن والحاجات دي، ونرجع زي زمان. فاحنا مش فاهمين من كابتن حسين لبيب، انت ليه مش عايز تتكلم مع اللعيبه في التجديد لغايه دلوقتي، ومش عايز تجدد لحد؟ يعني انت مستني ايه؟ احنا عايزين نعرف انت ككابتن حسين لبيب مستني ايه عشان تتكلم مع اللعيبه، عشان تجدد لهم. دي اول حاجه كنت عايز اتكلم فيها معاك. تاني حاجه، موضوع الزمالك انه خلاص بقى يلعب على طول الساعه 4 العصر. يعني الماتش اللي فات، الزمالك مع فاركو، لعبنا الساعه 4 العصر، كان ماتش في برج العرب. والاهلي كان لعب مع بتروجيت اعتقد. كان الاهلي كان لا، مش مع بتروجيت، كان امبارح. كان الاهلي امبارح كان بيلعب مع المحله. كان بيلعب هنا في استاد السلام. الاهلي امبارح لعب الساعه 7. طب جينا بقى الماتش الجاي، الزمالك هيلعب مع بتروجيت في استاد السلام، والاهلي هيلعب مع الاسماعيلي على ما اظن يعني في برج العرب. يعني اتعكست، لان الاهلي هيلعب الساعه 7 وان الزمالك هيلعب الساعه 4. فمجلس اداره الزمالك فين من الموضوع ده؟ وليه رابطه الانديه مصره بقت تخلي اغلب ماتشات الزمالك الساعه 4 العصر؟ فبرضه عايزين نفهم ليه يعني بعد الموضوع ما اتعكس، والاهلي رايح لبرج العرب والزمالك هيلعب في القاهره، رحتوا انتوا عكستوا الاوقات، بقى الاهلي هو اللي الساعه 7 والزمالك الساعه 4. فمجلس اداره الزمالك لازم يبتدي يتكلم مع رابطه الانديه ليه الماتشات بتاع الزمالك اغلبها بقت الساعه 4 العصر. تالت نقطة، كابتن عبد الله السعيد والونش خلاص نزلوا النهارده التمرين مع الفريق، وبيستعدوا فعليا للمباريات الجاية، سواء بتروجيت او الاهلي او المباريات الجاية يعني. فاحنا طبعا بنتمنى ان كابتن عبد الله السعيد ما ينزلش او ما يشاركش في اي مباراة غير ما يكون في جاهزية تامة ليه. ما نستعجلش في نزوله ويرجع يتصاب تاني، وممكن الاصابة بعد كده تطول في الرجوع. والونش احنا خلاص الحمد لله الونش اتعافى من الواقعة الصحية اللي كان فيها. فاحنا بنتمنى من الونش اللي هو يبتدي يستعيد فورمته، لان الونش لو استعاد فورمته اللي احنا عارفينها، كان الزمالك يعتبر جاب صفقة مدافع جديد في الموسم بتاع الصفقات بتاعت الشتاء، لان الونش مؤثر جدا معانا. فالونش اللي بنتمنى منه اللي هو يستعيد فورمته في اسرع وقت، عشان الزمالك يرجع استفاد تاني منه زي ما كان في الاول. اخر نقطة حابب اتكلم فيها معاكم، هو ليه مجلس اداره الزمالك برضو بقياده الكابتن حسين لبيب مش عايز يعين اللجنه الفنيه اللي هي كانت لجنه محبين، بقياده كابتن احمد حسام ميدو، كابتن حازم امام، كابتن هيثم فاروق، كابتن نادر السيد، واستاذ عمرو الجنايني، ودكتور مدحت العدل. ليه مش عايز ياخد خطوه انه يعينهم رسميا عشان هم اللي يديروا شؤون الكره في النادي؟ يعني خلاص هم قالوا احنا كنا جايين كلجنه محبين، لجنه استشاريه، وخلاص الصفقات يناير ومشينا. طب يا كابتن حسين لبيب، ما تعينهم؟
طالما انت ولا بتتكلم مع في تعاقدات، ولا بتتكلم مع تجديد لعيبه، ولا اللي بتعملوا اي حاجه في النادي خالص في امور كره القدم، طب خلاص يا سيدي ما تعين اللجنه دي بشكل رسمي عشان يبتدوا هم يديروا شؤون كره القدم في النادي. يعني سواء اذا كان هيتعاقدوا يبتدوا يجهزوا الصفقات اللي ممكن اللي نعملها الفتره الجايه في الصيف الجاي، او يبتدوا يتكلموا مع اللعيبه اللي المفترض نجدد لها، خلاص ما تعينها بشكل رسمي، لسه يبقى مش عايز تعينهم. وانت كنت اعلنت ان انت هتجيب مدير تعاقدات استاذ عمرو وهبه، ولغايه دلوقتي ما سمعناش اي حاجه. انت كلام 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 كلام، مصرين بكلام بيطلع. فانتوا كجمهور الزمالك، انتوا شايفين ان مجلس اداره نادي الزمالك هيفشل في موضوع التجديد اللعيبه اللي المفترض نجدد ليهم، زي ما كان زي ما فشل في موضوع صفقات يناير؟ وانتوا شايفين هو برضو ليه مجلس اداره الزمالك لغايه دلوقتي مش عايز يعين لجنه فنيه عشان تدير شؤون كره القدم في النادي؟ وعايز برضه اسمع رايكم بموضوع ان الزمالك بقى على طول بقى اغلب المباريات بتاعته بقى يلعبها الساعه 4 العصر. انتوا شايفين ان ده موضوع عادي؟ يعني الماتش اللي فات الزمالك كان بيلعب في برج العرب، والاهلي في القاهره هتلعب 4 للزمالك و7 للاهلي. يتعكس الموضوع الاسبوع الجاي، الاهلي هيكون في برج العرب والزمالك هيكون في القاهره، والزمالك هيلعب الساعه 4 العصر برضه والاهلي الساعه 7. فانتوا شايفين ان المفترض لازم مجلس اداره الزمالك يتكلم بخصوص النقطه دي، ولا شايفين الموضوع عادي؟ حابب بس اسمع رايكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا متابعه ليا. السلام عليكم.